شوفلوغ كيجي لذيذ، الشكل ديالو رائع والمذاق اروع، بواحد التتبيله اللي هي رائعه. كنتمنى انكم تكتشفوها معايا، فخليكم من البدايه الى النهايه وفرجه ممتعه. السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معي مجددا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم. كنتمنى انكم تدعمونا بلايك بسبسكرايب وتعاليق محفزه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الشيفلور بواحد الطريقه متبله وكيجي في الفران رائع والمذاق اروع. هنا خديت الحبات ديال الشيفلور بطبيعه الحال بعد ما نقيتهم مزيان وغسلتهم ودرتهم كيتسلقوا غير نص سلقه، ودرت لهم شويه ديال الملحه وطريف ديال الحامض. باش غادي نجهز باش غادي نتبل انا هاد الشيفلور. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للتوابل عندي هنا الكمون، القياس الكافي ديال الملحه، عندي كركم، شويه ديال الفلفل الاحمر، سكينجبير، 3 فصوص ديال الثوم باش يهرسوا لينا هذاك كما كنقولوا زفوريه ديال حبات البيض. وهنا استعملنا القزبر والمعدنوس. وغنبداو ان شاء الله على بركه الله. غناخذوا هذا الاناء، ناخذوا هذا الاناء اللي هنايا، غندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، بسم الله، واحد المعلقه ديال زيت الزيتون. غنضيف هاد التوابل كامله، غنضيفها كامله هاد التوابل كما شفتوا هنا. غنضيف هاد الحبات ديال البيض بطبيعه الحال غسلته. ناخذ الحبه الثانيه، ونحاول انني نخلط هاد المقادير كامله ونمزجهم مزيان. الا بغيتوش ديروا زيت الزيتون هنايا يمكن لكم تضيفوا شويه زيت نباتيه، فانا درت فقط معلقه ديال زيت الزيتون. كما كنعرفوا في هذا شهر رمضان يعني راه حنا كنشهاو شحال من حاجه كنشهاوها. وهاد الطريقه اننا ندخلوا هاد الشيفلور الفران احسن من انه يتقلى في الزيت، كما كتعرفوا غير صحي. فمن بعد ما تخلط مزيان هادشي كيولي على هاد الشكل خليط متماسك. غناخد المول ديال الزاج، غندهنو شويه الزيت، فانا خديت هنا المول ديال الزاج، يعني مادام انا غنستعمل يدي. دهنوا بهاد الزويته هنايا. وهنا البنات غنزيد واحد المكون اخر اللي غيعطينا شويه ديال الحراره، غير واحد شويه ديال الهريسه. فانا غناخذ هذا المول ديال الزاج وغناخذوا هاد الحبات بحال ما هكذا، ناخذ واحد المعلقه باش كلشي الاطراف يجي فيهم هذاك التغميره كما كنقولوا. ونحاولوا نحطوه بهذه الطريقه.
غنحاول ناخذ القطعه الاخرى حتى هي باش يشرب مزيان مزيان هاد العطريه. تسقطر بحال هكا. نحاول ناخذ القطع كامله باش غير جربوها البنات، راه كيجي لذيذ بزاف. فهاد القطع الصغيره اللي بقات حتى هي درتها مره واحده، غنحاول انني نديرها في المول هنا حتى حاجه ما كتضيع. ومن طبيعه الحال غنكون الفرن غيكون سخون حتى هو باش هاد الشيفلور يطيب مزيان. فهنا البنات فكرت انني باغا ندير الموتزاريلا، تجي رائعه جدا. غنديرها هاد الشيفلور فخليكم معايا ان شاء الله. كما قلت لكم هنايا عاودت درت الموتزاريلا، وهنايا حيت الاخت ديالي ما كتاكلش الموتزاريلا عزلت ليها قطع بدون موتزاريلا، فانا غادي ندخلهم الفران وخليكم معايا لنهايه الفيديو. الشكل النهائي ديال الكغطان ديال الشوفلور كيجي الشكل ديالو رائع والمذاق اروع كما كنقول لكم دائما. كيجي فيه واحد القرمشه مع هذيك الموتزاريلا. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه، راها طريقه معتمده عندي وكتجي رائعه وكتجي لذيذه. الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك سبسكرايب وتعليق محفزه، وبصحه فطوركم.